السلام عليكم. لماذا يعتبر وقف إطلاق النار انتصارا للمقاومة؟ لأن الاحتلال بكل بساطة لم يستطع أن يحقق أي من أهدافه المعلنة، والتي كانت القضاء على المقاومة بشكل كامل، استعادة الأسرى سواء بالتنازل من حماس أو بالقوة بدون أي شروط، استعادة ثقة الصهاينة بحكومتهم وبقدرة جيشهم. ما الذي تحقق من هذه الأهداف؟ لا شيء. ثانيا، الحاق خسائر بالاحتلال. المقاومة الفلسطينية استطاعت في كل مواجهة إحداث تأثير عميق داخل المجتمع الإسرائيلي، سواء من خلال الضربات العسكرية التي طالت مدن كبرى أو من خلال الأثر الاقتصادي. ومعركة طوفان الأقصى استطاعت هدم صورة الاحتلال عالميا وتعزيز القضية الفلسطينية دوليا. الخسائر الإسرائيلية خصوصا على المدى البعيد ليست أقل أهمية. بقاء المقاومة وصمودها رغم الفارق العسكري والدعم الدولي وخيانة الدول العربية هو في حد ذاته انتصار للمقاومة. أما من يرى أن الانتصار مجرد وهم، أولا المقاومة ليست معركة عسكرية فقط. النظر إلى الخسائر المادية والبشرية دون اعتبار للسياق الأوسع يظهر قراءة قاصرة للواقع. المقاومة ليست هدفا ميدانيا فقط، بل هي وسيلة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني والدفاع عن هويته وكرامته. الشعب الفلسطيني يدرك، والمقاومة كذلك تدرك، أن النضال يحتاج إلى تضحيات، والشعب الفلسطيني المقاوم مستعد لدفع الثمن من أجل حريته وحقوقه. هذه التضحيات ليست عبثية، بل هي جزء من نضال طويل يهدف إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق العدالة.